إذا كان لابد من تشبيه الجزائر بشيء فسيكون بلا شك جبلا جليديا، فالكثيرون يعتقدون أنها مجرد دولة كبيرة، بينما الحقيقة أنها شاسعة إلى حد يصعب تخيله. فلو وضعنا خريطة الجزائر فوق أوروبا لامتدت من جنوب جزيرة سردينيا إلى أقصى شمال الدنمارك، ومن غرب فرنسا حتى صربيا، ولم يأتي ذلك من فراغ، فهي أكبر دولة في إفريقيا والعاشرة عالميا من حيث المساحة، لكن حجمها ليس أكثر ما يثير الدهشة. فحوالي 90% من الجزائريين يعيشون فوق 10% فقط من مساحة البلاد، وهي مساحة تعادل تقريبا نصف إسبانيا. ولهذا تبدو الجزائر فعلا كجبل جليدي، فما نراه ليس سوى جزء صغير، بينما تمتد المساحات الشاسعة جنوبا عبر الصحراء. ولا تقتصر أهمية الجزائر على مساحتها، فهي تمتلك احتياطيات ضخمة من النفط، وثالث أكبر احتياطي للغاز الطبيعي عالميا، كما تعد من كبار منتجي النفط والغاز في العالم. وبفضل ثرواتها الطبيعية تعد الجزائر ثاني أكبر اقتصاد في القارة الإفريقية. ومن غرائبها أيضا أن النشيد الوطني الجزائري هو النشيد الوطني الوحيد في العالم الذي تعد أغنية حرب حقيقية، كما تصنف التأشيرة الجزائرية ضمن أكثر التأشيرات صعوبة في العالم.